في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن تصنيف الاي بي اي للزيوت اللي هو تصنيف معهد البترول الامريكي. في الفيديو ده هتكلم عن تاني واهم تصنيف من التصنيفات الاربعه، تصنيف الايسيا اللي هي جمعيه مصنعي السيارات الاوروبيه، والجمعيه دي بتضم 14 من اكبر مصنعي السيارات في العالم زي تويوتا، مرسيدس، بي ام دبليو، في دبليو، هوندا وهيونداي وغيرهم كتير. فلو انت عربيتك حديثه وبتسمع عن ناس كتير علبه البيئه عندهم بتبوظ، فالسبب هو انهم ما يعرفوش التصنيف ده وبيستخدموا لعربياتهم زيوت مش مناسبه بناء على التصنيف ده. كمل بقى معايا الفيديو وانا هقول لك على كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها. اي جيركن زيت هتشتريه هيكون مكتوب عليه مواصفه من مواصفات الايسيا دي، وبالتالي الجيركن ده هيكون بيحققها. اولا تصنيفات الاي بي، وهم الخمس تصنيفات دول. اول تصنيفين تصنيفات قديمه وما بقناش نشتغل بيها. تالت تصنيف بقى والتصنيف المهم هو الاي 3 بي 4، وده التصنيف الشائع للعربيات العاديه بتاعه الاستخدام اليومي. رابع تصنيف هو تصنيف الاي 5 بي 5، وده تصنيف متخصص لمواتير معينه من اللي بتستخدم زيوت لفترات طويله جدا بتوصل ل 30 و40 الف كيلو. وفي الغالب المواتير دي بتبقى مصممه للبلاد البارده، ودي في الغالب زيوت بتبقى موجهه لاوروبا مش للشرق الاوسط تماما، لان حاله الجو عندهم تسمح ان العربيه تمشي على الزيت 30 و40 الف كيلو. اما تصنيف الاي 7 بي 7 فهو تطور للتصنيف اللي فات، وبرضه بيستخدم مع نفس انواع المواتير اللي بتستخدم في نفس الاجواء. نخرج بقى من الموضوع ده بايه؟ ان اكتر تصنيف شائع يمشي مع عربياتنا هو الاي 3 بي 4. بس ثانيه واحده، في عربيات بتبقى مجهزه بانواع معينه من انظمه العادم، وعلب البيئه فيها مختلفه، وكمان عربيات الديزل اللي بتنزل من اوروبا. العربيات دي بقى لازم تستخدم لها انواع معينه من الزيوت، والزيت اللي تصنيفه A3B4 مش هينفع معاها، لان المواتير اللي فيها انظمه العادم دي لازم تستخدم لها زيوت الاضافات بتاعتها اقل، وزيوت بيطلق عليها اسم لو سابس، وده علشان الاضافات اللي موجوده في الزيت ما تتحرقش وتخرج مع العادم وتسبب سدد في علبه البيئه. فالمواتير دي ما ينفعش تستخدم معاها زيوت A3B4، وعشان كده الزيوت المخصصه للعربيات دي بتتغير كل 6 شهور، لان الاضافات اللي فيها اصلا قليله، وبالتالي بعد 6 شهور بتبقى وصلت لاقل مستوى ليها وما ينفعش تكمل مده التشغيل بتاعتها. لكن لو انت استخدمت معاها زيت مواصفته A3B4، الاضافات الزياده اللي موجوده في الزيت ده هتتحرق وتخرج مع العادم وتسبب سدد جزئي واحده بواحده لعلبه البيئه لحد ما تتسد خالص. الزيوت بقى المخصصه لنوع العربيات دي تصنيفها بيبدا بحرف السي، واول تصنيف معانا هو الايسيا C1، وده خرج من التصنيفات سنه 2002 وتم استبداله بتصنيف الايسيا C2، ودي زيوت اسمها ميد سابس، يعني الاضافات اللي فيها متوسطه. اما التصنيفات من اول C3 لحد C6 فدي زيوت بتسمى لو سابس والاضافات اللي فيها اقل. ولازم تعرف موتور عربيتك محتاج انهي نوع من انواع الزيوت اللي من تصنيفات السي، عشان ما تستخدمش زيت مش مناسب يكون فيه اضافات زياده تبوظ علبه البيئه، او يكون فيه اضافات اقل تبوظ الموتور. فمش صح ابدا انك تستخدم اعلى تصنيف، ولا برضو صح انك تستخدم تصنيف اقل. الفكره انك تشوف في كتالوج عربيتك الموتور متصمم لانهي تصنيف، وتخلي بالك ان مش كل الشركات عندها كل الزيوت اللي تحقق كل المواصفات. لازم تستخدم زيت من شركه محترمه، والاهم انه يكون متوافق مع موتور عربيتك وتكون شاريه من مكان مضمون. اخر تصنيف من تصنيفات الايسيا وهو تصنيف الاي، والتصنيف ده مخصص للزيوت اللي بتشتغل على عربيات الهيفي ديوتي اللي بتشتغل بالديزل، اللي هي من الاخر يعني العربيات النقل. والتصنيفات دي طبعا بتختلف على حسب كل موتور، وطبعا على حسب مواصفه العادم بتاعته. فالخلاصه اهتم بمواصفه الايسيا المطلوبه لموتور عربيتك، وما تستخدمش مواصفه اعلى منها او اقل منها عشان لا تضر منظومه العادم ولا تضر موتور عربيتك. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، وما تنساش تطلع تتفرج على الجزء الاول، واكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين نكمل كلام عن باقي تصنيفات الزيوت الاربعه، وخصوصا مواصفات الشركات المصنعه زي في دبليو ومرسيدس وبي ام دبليو، تويوتا، فورد، بي اس اي او رينو، لان كل شركه من دول ليها تصنيف زيت معين بيتكتب على مواتير عربياتها. والتصنيفات دي طبعا اتطورت من زمان لحد دلوقتي، فلو مهتمين تعرفوا عنها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هكمل كلام عنهم في نفس سلسله الفيديوهات دي.